ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل معاكم النهارده طريقه الكبده الاسكندراني، طريقه سهله قوي وطريقتها حلوه ومفيش فيها اي تعب، هتتعمل في ساعتها. الكبده معروف عنها ان هي ما بتتغسلش. هتقولي انك تغسليها تحت الميه، بصراحه بتدي ريحه بعد كده مش كويسه، مهما تعصري ليمون مهما تحط خل برضو الريحه بتبقى مش كويسه او مقبول، بتحسي كده ان في ريحه مش حلوه، في ريحه زفاره. لكن دلوقتي انا هوريكم ازاي الكبده بتتغسل بحاجات كويسه زي الليمون زي التوم، ومش هتخلي اي ريحه خالص، وان شاء الله هتعجبك الطريقه دي. دلوقتي معانا كيلو كبده، 10 فصوص توم، كوبايه ليمون، عصير ليمون، فلفل احمر، فلفل اخضر، ده بتاع فلفل سبايسي اللي محتاجه يحطه واللي مش محتاجه، بس هي حلاوتها لما تكون بتحط الشطه فيها. ده كمون، ومع الكمون كزبره. الكبده معروفه ان هي ما بتحطلهاش اكتر من كزبره وكمون، لكن ما بتحطلهاش فلفل اسمر. هما حاجتين في الكبده، لا تتغسل ولا بتحط لها فلفل اسمر. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ بسم الله. هنحط كده التومه مفرغه، بسم الله. هتقلبي كل ده ببعضه، هو ده غسيل الكبده، لان لما بتغسليها تحت الميه ما بتنفعش ان هي تتغسل. هتقولي بتبقى جايه من عند الجزار كده ولا كده، ده احسن من الغسيل. هنسيبها يا دوبك بس 10 دقايق 5 دقايق بالكتير، وبعد كده هنصفيها في مصفى وهنوريكم هنعمل فيها ايه. شوفوا الريحه بسم الله ما شاء الله. الخل الليمون مع الثوم مخلي ريحتها حلوه قوي قوي، زي اللي بتاكلها بتخرجوا عشان تاكلها بره بالظبط. دلوقتي هنفرغها وهنصفي اللي ينزل منها، عشان لو فيه كده ولا دم ولا حاجه اهيت. هنسيبها بس تتصفى، وبعد كده هنحط حاجه على النار. حطيت الزيت، طب الكبده مقطعاها ازاي؟ زي الشاورما بالظبط او حتت عصافير، هي ممكن تقطعيها كده وكده. لازم الزيت يكون سخن عشان ما تطلعش الميه اللي فيها. هنجرب حته، لا لسه. لغايه ما الزيت يسخن نقوم مفرغاها، بسم الله. شوفوا ما نزلتش حاجات كتير اهي، الحاجات اللي فيها حاجات بسيطه خالص. الكبده ما بتحبش انك تقلبيها كتير، ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تصفاش ميه. ما بتاخدش اي وقت، الطريقه بتاعتها سهله. تفضلي تقلبي مرتين 3 بس. نسيبها شويه. رجعنا لكم تاني اهو بعد ما قلبناها كام تقلبتين. اللي ما بيحبش الحاجه سبايسي قوي ما يحطهاش كلها. انا حاطه 3 فلفلات حمر كده، فلفل احمر ده مش حار، وده فلفل اخضر، كمون والكزبره والملح. نقلب فيه، هتسيبيها بكتيرها 10 دقايق. الكبده ما بتحبش تقعد على النار كتير،
الكبده ما بتحبش تقعد على النار كتير، تقلبتين كده ونسيبها بس 5 دقايق 10 دقايق بالكتير ونقوم حيشينها. الريحه طالعه ازاي جميله، يعني بصراحه ريحتها ريحه الثوم طالعه فيها حلوه قوي. خلصنا، استوت اهي، بسم الله ما شاء الله عليها. بسم الله، غدا جميل قوي وسهله للناس اللي بتبقى عاوزه تعمل حاجه بسرعه. خلصناها معاكم، ما خدتش اي وقت مننا. شويه العيش الحلوين دولت، شويه طحينه جنبهم حلوين، والخيار المخلل الجميل ده، ويا رب تعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.